خلصت اول حلقتين من مسلسل اندر ايدج. تعال نفتح مع بعض اول ملف في القضيه. لحد دلوقتي عندنا اكتر من مشتبه بيه، وكل واحد عنده سبب يخليك تشك فيه اكتر من التاني. اولهم دليده، البت العصبيه اللي غيرتها من هنا بسبب علي دي، وصلت انها تضربها في الحمام وكسرت ايد صاحبتها. انا مجنونه، البت دي لازم تتعالج. لانه بعد كده علي نفسه، لانه اخر شخص كانت هنا مرتبطه بيه، وفجاه في اخر الحلقه الثانيه يظهر سيد ابن ام سعيد، ومعاه اكبر مفاجاه لحد دلوقتي، عقد جواز عرفي بينه وبين هنا. اما المساعد بقى نفسها، فاحنا عرفنا انها مش مجرد عميله نظافه، دي بتبيع مخدرات للبنات جوه المدرسه. دي مجنونه يا عم. وده يخلي عندها اسرار كتير ممكن تخليك مثلا ايه يعني، مش عايزه حد يعرف ان هي بتعمل كده. وحتى ابو دليل ده نفسه اول ظهور ليه كان مليان مشاكل، بيتخانق مع امها وبيضربها وبياخد منها فلوس غصب، فوجوده في الاحداث كده مش مطمني. وفي وسط كل الشخصيات دي تظهر بقى البنت الغلبانه الطيبه الحنينه مريم دي، اللي بنقعد ندور على صاحبتها من اول المسلسل. الله يبارك لك، والله العظيم بحبك، كل ما اشوفك في حته يعني بص. قول لي بقى، انت لو مكان الضابط راشد هتحقق مع مين وهتشك في مين وبتاع؟ وتابعوني بقى عشان تعرفوا الجديد في المسلسل اللي نتكلم فيه مع بعض.